بتدوروا على طريقة بسكوت ناجحة 100%؟ في الفيديو ده هيحقق كل الأمنيات. ما شاء الله، تحفة تحفة. وعشان تاكل بسكوت دايب وطعمه تحفة هتجيب 650 جرام زبدة فلاحي، 350 جرام سكر بودرة، و150 جرام حليب، وتنزل بقى في بولة بالزبدة دي. هتبقى الخفقة التمام وهي متلجة كده. افضل اضرب فيها، دي أهم مرحلة في البسكوت، إن احنا نخفق الزبدة كويس جدا. ننزل بقى بالسكر واحدة واحدة عشان ما ينطورش في وشنا ويبهدل الدنيا. أهم حاجة تخلط الزبدة مع السكر كويس قوي لحد ما يدوبوا مع بعض خالص زي ما انت شايف كده. ونوقف بقى عجين بعد شوية، نلم الأطراف خالص عشان كل الزبدة تبقى مخفوقة تمام ومية مية. نبدأ ننزل بأول بيضة وشوية لبن. هننزل بالبيض تدريجي، وأنا استخدمت في الوصفة دي 6 بيضات. هننزل برضو بالبيضة التانية معاها شوية لبن ونخفق تمام لحد ما ندوب البيضة خالص مع اللبن. وما شاء الله شايفين القوام الكريمي ده؟ لما تشوف القوام ده اعرف ان انت هتاكل ألذ بسكوت. ننزل بالبيضة التالتة والرابعة، وكل بيضة هننزل معاها شوية لبن ونخفقها الخفقة التمام. ما شاء الله ما شاء الله، لونه وقوامه تحفة. انزل بقى بكل البيضات لحد ما تخلص البيض اللي معاك خالص. ما شاء الله شايفين القوام هش ازاي؟ عامل زي الكريم شانتيه بالظبط. ما شاء الله. هننزل بقى بالبيضة الأخيرة مع شوية اللبن الأخار ونخفق بقى الخفقة التمام. وآخر مرحلة ننزل ب2 كيس فانيليا برتقان. انتوا حابين فانيليا عادية مفيش أي مشكلة. ما شاء الله. نيجي بقى للمرحلة الأخيرة وهي مرحلة الدقيق. والدقيق ما بيتعجنش، الدقيق بيتقلب بس. وننزل بمعلقة صغيرة بيكنج باودر ونص معلقة ملح، ونقلب بقى التقليبة التمام لحد ما الدقيق يختفي خالص معانا. ما شاء الله كده العجينه ما شاء الله جاهزه. انا استخدمت القمع 3D، ممكن تستخدموا اي قمع انتوا بتحبوه. وفي كيس حلواني ننزل بالكميه المطلوبه في الكيس. وما شاء الله نضغط بقى على الكيس لحد ما ناخد الشكل اللي انتوا شايفينه ده. وفي الاول عادي خالص بنبوظ وبنعيد تاني مفيش اي مشكله لحد ما تاخد الشكل المحترم اللي انت شايفه ده. ما شاء الله على فرن مسخن مسبقا بقى في الرف الاوسط. ويلا بينا. ما شاء الله الحلاوه والجمال اللي انتوا شايفينه ده. ما شاء الله، تحفة تحفة. بألف هنا وشافة مقدما يعني. ما شاء الله، بسم الله. تحفة، بيدوب دوب. ما شاء الله، تحفة تحفة تحفة. لو وصلت لحد هنا ما تنساش تصلي على النبي.